ازاي تعمل فلوس. بس قبل ما اقولك ازاي تعمل فلوس خليني الاول اسألك سؤال. ايه اللي يخليك تدفع فلوس اصلا؟ طب ليه بسألك السؤال ده؟ لان اللي يخليك يدفع فلوس هو اللي يخلي اي شخص تاني يدفع لك الفلوس دي. طيب غالبا لو دورت في اجابة السؤال هتلاقي حاجة من الاتنين. يا اما حد يعمل لك حاجة انت ما بتعرفش تعملها، او بتعرف تعملها بس ما عندكش وقت تعملها، فبتضطر ان انت تجيب حد يعملها لك. وهنا بنوصل لمعادلة الفلوس. يبقى الفلوس بتساوي مهارة او قيمة، ودي اللي انت بتدفع عشانها، زائد وقت. طيب انت عايز تزود الفلوس، عايز يبقى معاك فلوس كتير، يبقى لازم تزود جانب المهارة ولازم تزود جانب القيمة. معادلة مظبوطة ومعادلة منطقية. نبدأ بالمهارة. عشان يبقى معاك فلوس كتير لازم يبقى معاك مهارة عالية الدخل أو عالية القيمة. كل ما كانت المهارة عالية كل ما كانت الفلوس اللي تقدر تحصلها كانت أكتر. يعني مهارة الطبيب الجراح أو ساعته أكبر أكيد من ساعة المزارع، لأن قيمة المهارة بتاعة الطبيب أعلى. بمعنى أصح أنت مش بتاخد على عدد الساعات اللي اشتغلتها، ولكن بقيمة الشغل اللي أنت عملته. كل ما كانت مهارة عالية بتحل مشكلة أكبر، قيمتها كانت أكبر، يبقى العائد أكبر. وده حاجة منطقية جدا. طيب يبقى الحل إن أنت تزود مهارتك. طيب إزاي تزود مهارتك؟ التعلم المستمر، التخصص النادر عالي القيمة، إن أنت تطبق اللي أنت اتعلمته، إن أنت تعمل علاقات. طب احنا هنا كده عرفنا ازاي نزود جانب المهارات. ازاي بقى نزود جانب الوقت؟ باعتبار ان انت عندك 24 ساعة بس في اليوم، يعني مهما اشتغلت مش هتقدر تشتغل اكتر من 24 ساعة. هنا بقى بنوصل لمصطلح مهم جدا اسمه الرفعة. والرفعة ديت لها كذا انواع. ممكن عندنا رفعة العمالة، دي بدل ما انت بتشتغل بنفسك 24 ساعة في اليوم، انت بتوظف 10 اشخاص، كل شخص بيشتغل 8 ساعات. تخيل انت حجم القيمة اللي انت قدرت تضيفها. الرفعة التانية هي رفعة رأس المال. هنا انت بتخلي فلوسك تشتغل مكانك، كل جنيه انت بتشغله بيجيب جنيه زيه. ودي مشكلتها انها بتتطلب معرفة بالاستثمار. عندك رفعة الكود. احنا دلوقتي بقينا في عصر رقمي. تكتب برنامج او تطبيق او فيديو زي اللي انت بتشوفه دلوقتي بيفضل يجيب لك دخل مستمر. رفعة المحتوى، الكتاب او الفيديو اللي انت بتشوفه، ده اصل رقمي بيوصل لملايين الناس وبيفضل يجيب دخل مستمر. وهي دي خلاصة ازاي الفلوس بتتعمل. اشوفكم في الفيديو الجاي.